انا هعملها زي ما هي كده، ولا هنعمل صلصه ولا اي حاجه. هنعمل اكله حلوه كده هتشوفوها، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اصبحنا واصبح الملك لله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد كده انا وريتكم طبعا اللحمه كلها ان انا قطعتها، بس حلو خالص وشكلها حلو وهي طازه. هي فعلا جايه طازه اصلا، يعني على طول من عند الجزار علينا احنا على طول. وهي كده بقى هقطع دي برضو كده، بصوا حبيت برضو مرضتش اقطعها غير لما اوريها لكم كده. بصوا اهي برضو نفس القطعه دي، هي دي يعني هي برضو فيها كده، لازم بيبقى فيها كده كده. فاحنا طبعا هنقطعها بنفس الشكل ده. طبعا الميه غلت على النار، هنحط اللحمه فيها وبعد كده نرجع نقول لكم هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله النهارده. وبعد كده طبعا رجعت تاني قطعت كميه اللحمه كلها. طبعا انا اسفه خالص على صوتي لما صوت واطي، عشان والله تعبانه جدا ولسه طويلي صحي من النوم كده. وانا هفتح الميه بقى، انا طبعا غسلها قبل، لازم طبعا تتغسل بعد وكده. بصي تشيل اللحمه وزي الفل كده وجميله خالص والله. احسن حاجه ان اللحمه تيجي من عند الجزار علينا على طول. طبعا كان عندنا سمك بس انا قلت لا انا مش هعمل سمك، انا عارفه انا هعمل لحمه. واروح بقى كده بس انتوا شايفين هي نظيفه وزي الفل. اروح بقى الميه غلت هنكبها، هنحط اللحمه في الشوربه بتاعتنا. وادي كده طبعا اهي اللحمه الميه الشوربه غلت معانا. وادي اللحمه انا طبعا هبتدي احطها. طبعا انا غسلاها كتير خالص، لازم اهم حاجه نغسل اللحمه بتاعتنا، اهم حاجه تبقى نظيفه. انتوا شايفينها كده هي حمرا زي الفل. انا طبعا مقطعه معاكم شرايح مش اكتر كده. هسيبها بقى لما تغلي مع نفسها واروح افطر، وبعد كده هنقول لكم هنعمل ايه باقي الاكل ان شاء الله النهارده مع بعض ان شاء الله. وادي كده بقى رجعنا تاني مع بعض. وادي بيجي معانا ايه البرجوز ده. البرجوز كيلو ونص، كيلو ونص ب10. ودول الكزبره بتاعتها بس حلوه ازاي وخضراء. لسه برضه جايه على طول برضه من السوق الزرع وكده على الصبح بتبقى حلوه. انا دلوقتي بعمل الاكل الساعه 10 الصبح. هعمل الاكل واخلص منه وبعد كده نشوف بقى الروتين بتاع البيت هعمل ايه وكده. بس انا طبعا مش هقدر اصور معاكم الروتين بتاع البيت وكده. فطلعت ادي، وطبعا هعمل بشوربه، هعملها بشوربه ولا تقليه ولا اي حاجه. انا طول عمري بعمل معاكم بتقليه وصلصه وحبشهان وكبشهان زي ما بيقولوا كده. لا انا مش هعمل كده خالص النهارده، انا هعمل دول بس فقط لا غير، وحته اللحمه بس. تمام. انا بقى هبتدي اقشر، هو كده بيجي كده اصلا من السوق، بس انا طبعا ما جابوش من السوق، ده جوزي تحت بيبيعه بكده. فهو قشرهولي كده زيه زي السوق طبعا، وعنده الكزبرة بتاعته وكل حاجة. فأنا بقى هبتدي أقطعها وهنضفها، أقشرها تاني طبعا وأقشرها وهقطعها. أنا ديني بس بوريها لكم يعني. طبعا الحتة دي طبعا موجودة عادي في أي حاجة، هنحوشها وهنضفها خالص، مش هنخلي فيها أي بواقي ولا أي حاجة خالص. تمام. يلا أنا هقشرهم وهنضفهم وهقطعهم وهجيلكم. دي طبعا كده نضفت معاكم الجوز وخليته زي الفل زي ما انتم شايفينه كده. أنا هبتدي أقطعه. تمام. وادي كده بقى غسلناه وخليناه زي الفل زي ما انتم شايفين، ولا مظبط ولا في اي حاجه. طبعا وديني مجهزه الشوربه بتاعتي، حشت كميه اللحمه منها، عشان اللحمه نصها هخليها مسلوق ونصها هخليها احمرها معاكم. وادي كده طبعا اهو بمسك الخضار بتاعنا كله زي ما هو كده بعد ما غسلته ونضفته حلو 3 4 مرات. فبعد كده هحطه في الشوربه بتاعت اللحمه. كان بقى طعمها جميل جدا جدا الصراحه. وادي كده اهو كده انا خلصت طبعا الكمية كلها وحطيتها في الشوربة. وادي معانا اللحمة ده نصها، ده كيلو وربع كده لحمة. هحط نصه في الشوربة مع الخضار بتاعنا، ونصه هيبقى هحمره في حتة سمنة. تمام. وحمرة وجميلة جدا وزي ما هي. ودي الخضرة طبعا بتاع الخضار كزبرة. وادي حاطة التوم ده بجو. وانا بقى كده هغطي الخضار بتاعنا وهسيبه لما يغلي قوام غلوة كده، واعرف خلاص في نص السوا ابتدي احط الكزبرة بتاعتنا. وهبتدي بعد كده دلوقتي هعمل ايه. هجيب الصينية كده واحط فيها اللحمة طبعا. هي خلاص كده بعد السمن بتاعنا ما سخن خالص، هبتدي احط اللحمة معانا وهنبتدي نحمرها مع بعض. انا بنقي الاحمر واللي بحمر عشان معروف الاطفال بيحب الاحمر. طبعا كان المال الزيت والله يفضفض فيا يعني، يفضفضوا كده يبتدى يدي اللون معانا، بس احنا لسه مش هنطلعه خالص دلوقتي، لسه شوية لما يدي اللون الذهبي الحلو خالص. شايفين بص اللون طبعا كده جميل، ومش هنقدر نحملها عن كده عشان ما تنشفش مننا ونقدر ناكلها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. جدع يا رؤيا اكلك جميل جدا. واهدي كده واهدي كده طبعا حمرت نصها بالظبط، وادي نصها خليته مسلوق.
بص اللون حلو ازاي. ادي طبعا انا هعري اللحمه بعد ما خلاص كده عمل نص سوا. بص ابتدت تطيب معانا. ادي احط نص الكزبره، طبعا مش هحطها كلها، نصها بس، عشان لسه هحط شويه على اللحمه، وهتوب طبعا شويه تاني للخضار اللي معانا. اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ادي كده بقى حطيت اللحمه وقلبتها في الشوربه بتاعتنا مع الخضار بتاعنا. وهغطيها بقى وهسيبها. كده حطيت معلقتين سمن كبار وساحوا. وهبتدي طبعا هحط التومة، ومعانا فلفل اسمر وملح وكزبرة. طبعا الكزبرة دي بتخلي الطشة تبقى جميلة جدا. انا حطيت نص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة ملح ونص معلقة كزبرة، نقلبهم كده مع بعض. الكزبرة الباقية بقى كلها هنحطها. وادي كده خلاص انا غطيت الحلة ووطيت النار طبعا. وادي كده معلقتين السمن سخنوا. وادي كده هحط فيها التومة بتاعتنا اللي انا دقيتها معاكم. واهم حاجة الكزبرة دي بتدي كده ريحة جميلة جدا جدا للطشة. ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسمر مع بعض كده. وهمسك الكزبرة بقى ادقها اللي هي الباقي اللي انا حطيتها. هدق الكزبرة كده عشان اول ما الاقي خلاص التومة ابتدت تحمر معانا. حطيت معلقة كزبرة تاني، نص معلقة يعني مش معلقة. ادي الكزبرة هي اللي انا دقيتها. هبتدي احطها هي معلقة ما فيش غيرها، عشان برضو بتدي ريحة حلوة خالص. هنبتدي طبعا نقلب كده عشان ما تتحرقش مننا، عشان التومة دي اصلا مش بتكمل حاجة. بصوا كده بتبقى طبعا ريحتها جميلة جدا جدا. ريحتها الصراحة كانت قلب الشقة كلها. وعند بير السلم كانت الريحة رهيبة يا بنات. وهي كده خلاص ابتدت تدي معانا اللون اللي انا عاوزاه، وابتدت تطيب. بصوا ما شاء الله ما شاء الله الريحة، وكان الطعم جميل جدا. احنا طبعا اتغدينا وخلصنا. انا طبعا مش بنزل اي فيديو غير بعد ما ناكل ونخلص خالص من الاكلة هذه كده ببتدي انزل الفيديو. ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا جميل جدا جدا. طبعا من شدة البخار اللي طالع بتاع الشوربة مش شايفين كويس. بص الشوربة بيضة وجميلة، والكزبرة والتومة يعني لسه هسيبها 5 كده. كله ده هيطيب مع بعض كده. وايدي طبعا اللحمة، ادي بقول لكم يعني نص اللحمة خليتها هنا في الخضار بتاعنا، وادي نص اللحمة تاني حمرتها معاكم. وهبتدي بقى كده هحبشها واخليها حاجة حلوة كده جميلة، ويبقى طعمها حلو خالص. اول حاجة حطيت فلفل اسمر من على الوش، والكزبرة طبعا والملح، كل ده بيديها طعم جميل جدا. والكزبرة بقى احط بقى برضو من على الوش بتديها شكل جميل وطعم جميل. حبيتين فلفل قطعتهم شرايح شرايح. باقي الفلفل طبعا فلفل ده حار برضو اداها طعم جميل خالص. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وادي كده طبعا هيكون اللحمة بتاعتنا
اتهرت وطابت وبقيت ما شاء الله معانا وزي الفل. ادي بقى هنروح نشوف الخضار بتاعنا طاب ولا لا. انا كده خلاص طفيت عليها وهبتدي اغرف معاكم في الطبق بتاعنا الجوين. هنحط اللحمة بالخضار بالشوربة كله مع بعض في طبق واحد، عشان طبعا اللحمة المحمرة انا خليتها في طبق لوحده كده. وكان طعمها جميل جدا جدا زي ما قلت لكم في اول الفيديو. وهذه طبعا كانت اكلتنا النهارده، وهذه كانت الخضار باللحمة المسلوقة. هي طبعا انا مش قادرة صراحة امسك الخضار بتاعنا شوفوا، بس هي طابت مش كنتش قادرة امسكها خالص من نسبة السخونة. بصوا اتهرت خالص سخنة، بصوا اتهرت، بصوا مش قادرة امسكها حتى. وادي كده طبعا ادي كده كان الطبق بتاعنا النهاردة. وادي كده اللحمة اللي انا حمرتها وحطيت عليها البهارات بتاعتنا والخضرة كلها. وادي الشوربة بتاعتنا كانت جميلة خالص. ويلا بينا كده تعالوا بقى نقدم الاكل معانا على الطبلية خلاص بتاعتنا. العيال جو من المدارس ولسه طالع من الشغل وحطينا الاكل كده. وادي كده انا كده خلاص حطيتها على الطبلية. وادي اللحمة المسلوقة بوريها لكم، وادي اللحمة المحمرة. واتمنى اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بقول لكم